القواعد اللي لازم تكون عارفها في اللغة الفرنسية علشان تقدر تقول أنا وصلت للمستوى الأول في جزئية القواعد في اللغة الفرنسية. لازم تكون عارف الضمائر الشخصية اللي هو أنا وأنت وهو وهن وأنتن وكل الكلام ده. لازم تكون عارف ضمائر التوكيد اللي هي موا توا لوي إل إلى آخره. لازم تكون عارف ضمائر الملكية اللي هي مون ما مي. لازم تكون عارف صفات الإشارة اللي هي سو سيت سي. أدوات الاستفهام زي كيل كوا كي كومبيان كومون كوم بوركوا أو إلى آخره. لازم تكون عارف إزاي تبني السؤال سواء طريقة رسمية أو طريقة غير رسمية. لازم تكون عارف المفعول به المباشر اللي هو مو تو لو لا. لازم تكون عارف تستخدم النفي، وطبعا النفي ليه أنواع كتيرة ولكن مطلوب منك نوع واحد فقط واللي هو نو با. لازم تكون عارف كلمات من نوعية اللي هي تقديم الأشياء أو إنهاء الجملة أو ربط بين جملتين زي سي فوالا فواسي. تكون عارف أدوات التعرفة وأدوات التنكير. لازم تكون عارف أدوات التجزئة اللي هي أدوات التبعيض. لازم تكون عارف تعبيرات بتعبر عن الكمية زي بوكو دو، زي ترو دو، ان بو دو. لازم تكون عارف تتعامل مع الصفات. لازم تفهم إنها بتتبع جنس الكلمة اللي بتوصفها، يعني سواء مذكر أو مؤنث أو جمع مذكر أو جمع مؤنث. لازم تعرف الصفات اللي مش بتتبع القاعدة دي. لازم تعرف بعض القواعد للصفات الشاذة. لازم تعرف تعمل مقارنة بين حاجتين، دي أكبر من دي أو ده أصغر من ده وهكذا. لازم تعرف الأرقام من 1 ل100. لازم تعرف أرقام الترتيب اللي هو الأول الثاني الثالث الرابع إلى آخره. لازم تكون قادر تقول رقم تليفون باللغة الفرنسية أو تفهمه باللغة الفرنسية. وطبعا بما إنك عرفت الأرقام فهيكون من السهل إنك تسمع الرقم أو تقوله. الجزئية الوحيدة اللي لازم تكون عارفها في النقطة دي إنك تعرف إن هما بيقولوا رقم التليفون رقمين أعتقد زينا عادي. لازم تكون عارف حروف الجر المشهورة في اللغة الفرنسية. وبكده احنا قلنا كل المهارات اللي انت لازم تكون عارفها علشان تكون وصلت للمستوى الأول في جزئية القواعد. وفي الحلقة الأولى احنا قلنا الأزمنة اللي لازم تكون عارفها علشان توصل للمستوى الأول. في الحلقة الجاية إن شاء الله هنقول الكلمات أو نوعية الكلمات اللي لازم تكون عارفها علشان تكون وصلت للمستوى الأول. وكده نكون انتهت حلقتنا، وإلى اللقاء. السلام عليكم.